السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ كي دايرين مع شي صيام؟ كنتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير وفي صحه جيده. اليوم غادي نشارك معكم هاد ميني بيتزا اللي كتجي روعه في المذاق وسهله في التحضير وبحشوه اقتصاديه. فهاد العجينه ديال الميني بيتزا هي نفس العجينه اللي خدمت بها البليغات في الفيديو السابق معكم، لكن المذاق ديالهم كيختلف، كل حاجه كتجيب مذاقها الخاص. فبقاو معايا تعرفوا على المكونات والطريقه ديال هاد الوصفه. فبسم الله نبداو على بركه الله. غادي ناخذ اناء وغادي نوضع فيه 500 غرام ديال الدقيق الابيض اي نصف كيلو. غادي نضيف لها ملعقه كبيره ديال الخميره الفوريه اي 7 غرام، تقريبا معلقه كبيره ديال الزعتر، معلقه كبيره ديال السكر، معلقه صغيره ممسوحه ديال الملحه، 5 المعالق كبار ديال الزيت البلديه، وتقدروا تعوضوها بالزيت النباتيه الا ما متوفراتش عندكم. وغادي نضيف كأس ديال الحليب دافي، ومن بعد غادي نخلط المكونات كاملين، ومن بعد غادي نجمع العجينه بالماء دافي. غادي نبقى نجمع العجينه بالماء دافي حتى كنتحصل على واحد العجينه اللي هي رطبه ورخوه شويه، خص ما تكونش جايه قاصحه بزاف. ومن بعد ما كنجمع العجينه كنحاول نعجنها واحد شويه باش نتحصل على ديك العجينه اللي هي رطبه ومنسجمه مع بعضياتها. انا هنا الاناء عندي شويه صغير فاستعملتها فوق سطح العمل غير باش نجمع العجينه وصافي. هنا راه ما كندلكوهاش وما كنعجنوهاش بزاف. صافي من بعد كنردها في الاناء وكندهنها بشويه ديال الزيت البلديه وكنغطيها نخليها تختمر. فالمده ديال الاختمار على حسب حراره الغرفه، وكذلك حتى الا اختمرت بزاف راه ما عليها حتى شي حاجه، يعني تقدروا تعجنوا العجينه وتخليوها تختمر على خاطرها وتوجدوا الحشوه اللي بغيتوا تعمروها. حتى كتبغيو تعمروها صافي تعمروها، راه ماشي مشكل. هي العجينه واخا اختمرت راه ما كيوقع لها حتى شي حاجه. ومن بعد ما العجينه اختمرت وضاعف الحجم ديالها صافي غادي نخرج منها الهواء وغادي نقسمها باش تسهل عليا الخدمه ديالها. قسمتها على زوج وغطيت واحد الجزء بالبلاستيك غذائي باش ما تنشفش ليا العجينه. ومن بعد غادي ناخذ السميده اي السميده الرقيقه اي الفينو، غادي نديرها فوق سطح العمل وغادي نسرح عليها العجينه. هنا البنات هذا سر من اسرار ديال النجاح ديال البيتزا، وهي انكم تسرحوها بالفينو او السميده الرقيقه ماشي بالدقيق. وغادي نستمر هكا كنسرح في العجينه حتى كتاخذ واحد السمك اللي هو ماشي رقيق بزاف وماشي غليظ. المهم ما نديروهاش غليظه، يعني نحاولوا نرققوها شويه لان هي راه فيها الخميره، راه اكيد غادي تزيد تنتفخ شويه في الفران. ومن بعد غادي ناخذ واحد الاطار وغادي نشكل به العجينه بهذا الشكل. تقدروا تخدموا بالاطار او بالكاس او بشي زلافه اللي كاينه البنات. وغادي نستمر في تشكيل العجينه حتى كنكملها كامله، ومن بعد كناخذها وكنديرها في صحن ديال الفرن. ومن بعد غادي نتقبها بهذا الشكل بواحد الفرشيط، غادي نتقبهم كاملين. هنا البنات الا بغيتوا تحتفظوا بهم في المجمد دخلوهم شويه للفران، غير يشدوا لسانهم ينشفوا وجبدوهم وديروهم في واحد البلاستيك غذائي ودخلوهم المجمد، وفوقاش ما احتاجيتوهم كتجبدوهم وكتعمروهم. اما الا بغيت نطيبهم في نفس النهار فكنعمرهم مباشره وكندخلهم للفران. فهنا بالنسبه ليا درت صوص طوماط. بالنسبه لاصوص راه هي شيت الجاهزه، غير حنا عندنا جاريه كنزيد كنشحرها شويه مع شويه ديال الزعتر وشويه ديال الابزار، كنخليهم يتشحروا شويه مزيان حتى كتختار لي ديك لاصوص. ومن بعد كنسرحها فوق العجينه. ومن بعد غادي نوضع عليها الجبن ديال الموتزاريلا. وهنا الجبن ديال الموتزاريلا تقدروا ما تستعملوهش دابا حتى كديروا الحشوه حتى كطيب تقريبا البيتزا عاد كتضيفوا الجبن من الفوق يذوب. فانا كل مره كي كندير لها الصراحه مره كنديرها فوق العجينه مباشره وشي مرات كنديرها حتى الاخير. هنا بالنسبه للخضره عندي هنا الفلفله حمراء وعندي البصله مشلضه رقيقه وعندي الشامبينيون، وضفت لهم شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار خلطتهم كاملين وغادي نوضعهم فوق البيتزا. ومن بعد غادي نضيف لهم التون من الفوق، وكذلك غادي نزينهم بواحد الحبه ديال الزيتون سوداء، وغادي ندردر عليهم شويه ديال الزعتر كيعطي لهم واحد المذاق زوين بزاف.
صافي. وكندخلهم الفران على درجه حراره 250. انا كنجهد الفران وكنخليهم يطيبوا من التحت والفوق. وهذا هو الشكل النهائي ديال الوصفه ديال اليوم ديال ميني بيتزا. الصراحه كيجيو رائعين في المذاق، كيجيو زويونين بزاف، ساهلين في التحضير. كنتمنى الوصفه تكون عجباتكم، وكنتمنى حتى الفيديو يكون عجبكم ونكون خفيفه على قلبكم. نخليكم في امان الله، الى فيديو قادم ان شاء الله.